مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من فيها حاجه حلوه. في اجمل من نهر النيل، في اجمل من البحر الاحمر والبحر المتوسط وموقع مصر الجغرافي. طب في اجمل من الازهر وتراثنا الاسلامي الجميل؟ مفيش طبعا. واكيد اللي اجمل من كل ده الانسان المصري الاصيل بجدعنته. خليكم معانا بعد الفاصل. يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده مني الهام صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله 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 أكبر الدنيا كمان واكتر. لو قلت اوصفها انا مش هوصفها واكفيها الله الله. وقالوا لي عنها كلام خلاني اقول يا سلام. ده انا ياللي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وتملي الاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو حسيت وانا من اهلها بحاجات تسالي الله الله يا رب الله الله ومن قلبي علت وضى صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله 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 الدنيا كمان لو قلت اوصفها انا مش هوصفها واكفيها الله. مشاهدينا وصلنا دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، واحب افكركم بصفحتنا على الفيسبوك، صفحه فيها حاجه حلوه. يا ريت تتواصلوا معانا من خلال الصفحه، واكيد هنكون سعداء باستقبال اتصالاتكم. خليكم معانا بعد الفاصل. أول خبر معانا النهارده على صفحات التواصل الاجتماعي بطله شخص ظريف جدا فيه الخير من المملكة العربية السعودية. قعد يدور على المدرس بتاعه 41 سنة، وبالصدفة الشديدة لقاه على صفحات التواصل الاجتماعي. نزل القاهرة مخصوص علشان يسلم عليه ويتكلم معاه، وقد ايه يعني بيمتن ليه لانه رباه على اكمل وجه. حب شديد طبعا، واستمر كتير جدا، لكن رد جميل كان وقته. الحقيقه انه المدرس المصري ده هو كان من محافظه قنا، مش بس هو مدرس مثالي، هو كمان اب مثالي، ودي جايزه حقيقيه خدها او تكريم حقيقي خده من محافظ قنا. الكلام ده سنه 1914. طبعا بنهاني الاستاذ الكبير، الاب المثالي اللي يعني بيخلي التلامذه بتوعه والطلبه بتوعه بيدوروا عليه، وحتى لو بعد 41 سنه، وربنا يكتر من امثاله. بطل الخبر اللي معانا دلوقتي هو شخص ابكم وكمان بيعاني من الشلل. فنان بطبعه، فكرته فنان. الحقيقه ان هو بيرسم على جدران الحوائط، بيرسم بقطعه جير، مفيش اكتر من كده. على صفحات السوشيال ميديا ينزلوا الرسومات الجداريه اللي هو عاملها، ويقولوا لمن يهمه الامر من الفنانين والمبدعين ومكتشفي المواهب يكتشفوا موهبه الفنان الكبير ده اللي بيعاني من شلل وكمان ابكم. طبعا يعني حاجه اكيد تفرح وتبسط، ونتمنى ان حد فعلا يكون بيتبنى الموهبه الفذه اللي مولوده بالفطره دي. الخبر اللي معانا دلوقتي فتاة فنانة من أذربيجان. الفنانة دي قررت إنها تعمل حاجة مختلفة تماما. قررت إنها هتكتب على المصحف ولكن مصنوع من الحرير، 50 متر حرير وأجود أنواع الحرير، كمان 50,000 مليمتر من الألوان الذهبي والفضي. كتبت المصحف، يمكن استغرقها 3 سنين عشان تكمل المصحف. طبعا بنحييها تحيه كبيره جدا، هي كانت عايزه تخرج عن المألوف، كانت عايزه تعمل المصحف بشكل مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. اعتقد لو دخلت موسوعه جينيس هتحقق مراكز عاليه جدا، لان طبعا هو الاول من نوعه مصحف يتكتب على الحرير وكمان باللون الذهبي والفضي. اكيد دي حاجه مختلفه. في فيديو منتشر جدا على صفحات التواصل الاجتماعي بيتكلم على مشهد بقينا نشوفه، ظاهره بقينا نشوفها كتير جدا، اللي هو كده عاملين كده طول الوقت،
ونازلين راسنا وقاعدين بنبص على سواء بقى موبايل جيم. والحقيقه بقينا نشوف المشهد ده كتير جدا، سواء بقى في بيوتنا مع اولادنا، في الشغل، في الاماكن العامه، بقت المنظر ده اللي اتعودنا ان احنا نشوفه. الفيديو اللي معمول بيواجه الظاهره دي وبيحاول يحاربها، لان الظاهره دي لو مش بتاثر على دماغنا وعينينا هي بتاثر كمان على فقرات رقبتنا، ويمكن اكتر من عالم اتكلم عن الموضوع ده. الفيديو بيناقش الموضوع ده وبيتكلم عنه بشكل مستفيض. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion, a world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share, but is it the same if no one is there? Be there for your friends and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't the problem. Let me just emphasise, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes, we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. So look up from your phone, shut down that display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. مشاهدينا، فقراتنا النهارده فيها حاجه حلوه، فقرتين يمكن لنفس العنوان، الشباب والقياده. لازم كلنا نتوجه للشباب وندعو الشباب للقياده. ازاي ممكن شاب يقود اعداد كبيره من الناس بفكر اداري ناجح؟ ازاي ممكن يكون بيعرف يتعامل في تيم وورك وعدد كبير من الناس يعرف ينجز في وسطهم ويؤدي مهام صغيره؟ هنتكلم النهارده على حلمك زي اسمك، ودي مبادرة مهمة جدا بتتكلم عن الحلم وتحقيقه وازاي ممكن نحققه. والحاجة التانية هنتكلم على صوت الشباب اللي لازم يكون عالي جدا، وبالذات الشباب المصري في الفترة القادمة. خليكم معانا بعد الفاصل. الرابطة الدولية للطلاب في الاقتصاد والعمل، أو ما يعرف اختصاراً بالآيزاك، منظمة عالمية للشباب تطور القدرات الريادية من خلال برامج الريادة الداخلية، وتشرك الطلاب والخريجين في البرامج التدريبية والتبادل الطلابي العالمي. تضم شبكة الآيزاك أكثر من 60,000 عضو من 110 من البلاد. إنها واحدة من أكبر المنظمات الطلابية التشغيلية في العالم، حيث توفر أكثر من 20,000 خبرة ريادية لأعضائها، وتبعث الطلبة والخريجين في أكثر من 16,000 تبادل طلابي عالمي سنوياً.
يدعم الآيزك أكثر من 4000 منظمة شريكة على مستوى العالم، حيث تنظر هذه المنظمات إلى آيزك على أنها تدعم وتطور الشباب وتوفر المجال للأفراد الموهوبين المتحمسين لتحقيق نمو شخصي. شفنا دلوقتي التقرير ما يخص منظمة آيزك وصوت الشباب. ده بيتكلم عن القيادة وازاي ممكن نأهل الشباب انهم يبقوا قادة. ومعانا رانيا مكي. ازيك يا رانيا؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله او تمام. انت خريجة اعلام يعني او زمل يعني. قولي يا رانيا بقى، عايزين نعرف الفكرة جت ازاي؟ آيزك دي ايه اصلا كمنظمة؟ ادينا فكرة الاول عنها. هي جمعية غير هادفة للربح، موجودة في 128 دولة، أصلا متأسسة من 68 سنة. بعد الحرب العالمية الثانية جم 7 شباب كده قالوا ايه المشاكل دي؟ طب ليه الناس دايما بتحارب مع بعض؟ ايه السبب؟ فلقينا ان السبب الناس مش عارفة بعض. فقالوا هنا ان احنا لو انا مثلا سافرت بلد تانية هبتدي اعرف ان اهل الناس دي مش اشرار مثلا ومش وحشين، وناس تانية ابتدت تجيلي وحسنا في المجتمع، فساعتها الحروب هتقل لان الناس بقت عارفة بعض وعارفة ان احنا كلنا بشر وزي بعض ومفيش حد شرير ومفيش حد طيب. فمن هنا بقى جت فكرة آيسك، وابتدى آيسك الحاجة الأساسية بتعملها هي الاكتشينج اللي هي تبادل للشباب من سنة 18 لسنة 30. قولي لي انت بقى، خدتي تجربة شخصية، جت منين الاول كلمة صوت الشباب؟ يعني اذا كان آيزك متفرع منها مبادرة صوت الشباب؟ مظبوط. هو موجود عامة صوت الشباب في ال 128 دولة احنا اتكلمنا عليهم، ودي تاني مرة يتعمل في مصر. هو بيتعمل المفروض مرتين في السنة، شهر 4 وشهر 11. فبنعمل سيرفي. تاني مرة يتعمل في مصر؟ تاني مرة. اتأخرنا ليه كده؟ هم بقالهم حاجة و60 سنة. لا، آيسك موجودة من زمان. آيسك في مصر بقالها 40 سنة، بس المؤتمر ده جزء من آيسك تحتيه اللي هو مؤتمر صوت الشباب. ده تاني مرة يتعمل في مصر. المؤتمر الأخير اللي كان في شهر 11 كان عبارة عن يومين، خاطبنا فيه التعليم. حاولنا نحسن لما عملنا السيرفي، طلع ان الناس عايزة تظبط ازاي التعليم يبقى احسن، والانتربرينورشيب ريادة الأعمال. فابتدينا بقى نجيب كل الستارت ابس وكل الشركات الناشئه بتتكلم في المجالات دي كويس، ونعمل معاهم. ابتدوا يتكلموا مع الشباب ويخاطبوهم، وكل ممثلين من الامم المتحده، لان اصلا آيسك اكبر منظمه تبع الامم المتحده. مش تبع، هي مشاركه ليها، بارتنر معاها. فابتدينا جم شرحوا لنا ايه هي الاهداف المستدامه، 17 هدف المستدام بتاعهم اللي هم المفروض ان احنا بنحاول نحسنهم في العالم. كويس. وعملت مسابقه في الاخر، قالت اللي هو هيبتدي يطلع مشروع يقدر يهدم الاهداف دي، هيبتدي الامم المتحده هتبتدي تموله. وده حصل بالفعل. مشروع طلع عن ابلكيشن ازاي يساعد ذوي الاحتياجات الخاصه. كويس قوي. ان هم يحسنوا ان هم يقدروا يطلبوا، بدل مثلا اي ابلكيشن بتبقى معمول مثلا ان انت لازم تشوف من غير مثلا. فمثلا لو حد ده معناها كذا نوع، ولا بتدخلي على ابلكيشن واحده وهي فيها كل اي حد بقى من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ مظبوط، هي ابلكيشن واحده المفروض تحاول تساعدهم كلهم. كويس جدا. طب دي فكره هايله. والامم المتحده ابتدت دلوقتي مع الملف دلوقتي معانا ان هي تبتدي ازاي تشوف الشباب. كانت مجموعه من شباب، من 5 شباب اختاروا الفكره دي، وهي دي اللي فازت معانا. ودلوقتي مع الامم المتحده ان هي بتحاول تشوف ازاي معموله كمان الابلكيشن دي بالعربي مثلا، ولا هي بس انجلش؟ او هي دلوقتي المفروض تحت الانشاء، يعني هم كانوا المؤتمر ده ساعدهم ان هم يخرجوا الفكره. فالفكره خرجت، ودلوقتي بقى دور الامم المتحده ان هي تبتدي. بره بيأهلوا الطفل حتى من هو صغير انه يقدم، يعمل برزنتيشن، يعمل موضوع، يقول له اختار شخصيه واتكلم عنها، فيقف قدام الفصل كله. وبعدين عندهم مهتمين بالمسرح، فبيخلوا الولاد، فتلاقي الولد مش خايف. تيجي تقول اطلع يقول لك اطلع، ويبقى متحمس. احنا هنا تيجي تقول اطلع يقول لك لا مكسوف انا مش النهارده. فانا يعني عايزه اعرف ازاي انتوا بتلعبوا على الجزئيه دي، وبالذات لان في السن الكبير شويه بيبقى التاثير اقل. يعني لما تبتدوا من 18 سنه عشان تعلمي الشاب 18 سنه انه ازاي يثق في نفسه ويقف يقدم حاجه طويله بقى وفيها كلام، يبقى عنده ثقه وتنظيم نفس وشويه حاجات كده. فبتعملوا ايه؟ هي آيسك اصلا اللي هو لما اخترنا الاكتشينج اللي هو التبادل، وان حد يسافر بره، كان هدفها ان هي تنمي اللي هي leadership skills
الموجوده عند الشباب عامه. فيعني بننميها بطريقين. لو انت عضو جوه ايسك فانت على طول مثلا تروح تتعامل مع ناس، مع شركات كبيره، انت كنت نو واي مثلا انت تروح لهم غير لما تتخرج وتقعد 10 سنين صحيح. مثلا تبتدي تتعامل معاهم، تبتدي ماسك مشروع من اوله لاخره، تبتدي مسؤول عن اجانب هنا في مصر ان انت تظبط لهم مثلا مكان المعيشه بتاعتهم، الناس اللي هتتعامل معاهم، كل حاجه. كويس قوي. فده بالنسبه للناس اللي جوه ايسك. يعني انت شايفه انه العملي في حد ذاته هيخلي الواحد عنده ثقه في نفسه، ان انت تنزل هيبقى يعني تجرب. قائد لوحده كده من غير حتى سيشنز، من غير كورسات. لا، هي يعني مش السيشنز بس، احنا كلنا بناخد سيشنز، بس لو انت ما جربتش وما شفتش ايه اللي بيحصل عملي مش هيبقى ليه اي فايده. ما احنا صحيح. في المدرسه مثلا ما احنا خدنا الماس مثلا، بس تيجي مثلا تقولي 1+1 اللي هو ده ازاي؟ فاحنا هنا بيبتدي الناس اللي هو انت مسؤول مثلا في تيم ليدر مثلا يبقى مسؤول تحتيه 10 في بي مثلا، ممكن الLCP يبقى مسؤول تحتيه 150 حد وهو مثلا لسه في ثانيه او ثالثه جامعه. فاللي هو في الحياه الطبيعيه انت مستحيل تبتدي كده مثلا غير مثلا انت بقى عندك خبره قد ايه، بقى لك 20 سنه. طب بالظبط نبتدي نتعامل هو معاه. بياخد الخبره من هو صغير. طيب يا رانيا، احنا نزلنا الشارع وسالنا ناس عن المبادره بتاعتكم صوت الشباب، وسالناهم على ايزك والدور اللي عاملاه، وتعالي نشوف رد الناس قالوا ايه. ان هم يجيبوا ناس يدربوا الناس الشباب اللي هنا، ده تبادل خبرات رائع. وفي نفس الوقت ان هم يعملوا كلينيك يعني تاتش خارجي، يعني اتصالات بالعالم الخارجي وياخدوا تدريب هناك، ده شيء رائع. انا في شبابي يعني طلعت جروب ستادي اكسشينج، تبادل ثقافي بين مصر واليونايتد ستيتس الولايات المتحده، واستفدت من هذه التجربه منذ عام. هي فكره ممتازه جدا ان احنا يعني بنجيب حد متخصص في مجال معين يدرب حد محتاج ان هو يتدرب في المجال ده. تمام، دي حاجه كويسه، حاجه كويسه جدا. انا لو جات لي فرصه زي دي طبعا هفرح جدا. فكره ان انت تطلع بره تتعامل مع ناس مختلفه وشعوب مختلفه ثقافات مختلفه، دي حاجه كويسه جدا. بتشوف خبرات اخرى، بتشوف ناس تانية، بتشوف تجارب دول تانية متقدمه عننا، فدي حاجه كويسه. يا ريت لو تعمم وتنتشر وتنتشر يعني، ويبقى في استغلال ليها كويس. يعني نتمنى من الشباب انه يتفاعل، ودي حاجه في مصلحه البلد كلها، ويمكن يكون ليها خير او فيها خير لمصر كلها باذن الله. طبعا الناس مبسوطين يا رانيا بالتجربه نفسها، بس هي المشكله ان يعني احنا ما نعرفش عن التجربه. قولي لي انت ازاي اتعرفتي على ايزك، وازاي عملتي، كمان هنتكلم على تجربتك انت الشخصيه دلوقتي، بس قولي لي تعرفتي ازاي ايزك. دلوقتي احنا ايسك الماركتنج بتاعها مينلي بتنزل في الجامعات، بتلاقي ليها بوست مثلا ان هو الناس بتبتدي تتكلم معانا، لو الناس اللي عايزه تسافر او الناس اللي عايزين يبقوا ممبرز فيها، وكمان السوشيال ميديا. يعني اهم حاجه الفيسبوك دلوقتي. يعني انا عرفت عن ايسك لقيت اعلان مثلا بوست اللي هو لو انت عايز تبقى ممبر جوه ايسك قدم، فعملت ابلكيشن اونلاين، كلموني، رحت عملت الانترفيو وكنت محضره، قالوا لي طب انت اكسبتد. بعد مثلا شهرين قالوا لي انت بقيت بشتغل. يعني انت لما قالوا لك انك انت توافق عليكي، عملتي ايه؟ ابتديتي بايه بالظبط؟ ابتدوا الاول عملنا، كان في كونفرنس ساعتها، كان 3 ايام بيتعمل لكل الناس الجديده، يبتدوا يفهموا ايسك بتعمل ايه. طب كان عددكم وقتها قد ايه كمجموعه؟ كنا حوالي 40. رقم كويس. وهي اصلا ال سي اللي انا فيها كانت عباره عن 150 فرد. فكنا هناك 3 ايام قاعدين مع بعض، بنشوف الدنيا شغاله ازاي، بنعمل ايه، يبتدوا يدونا يفهمونا الباك جراوند، احنا اصلنا ايه، طب احنا عايزين نوصل لايه، انت المفروض ايه الستاندرز اللي انت عايز تمشي عليها. بس فلما هنا ابتديت افهم، ابتديت بقى اندمج، احس ان انا في حاجه، لا ده انا بجد بعمل حاجه بتفرق مع الناس. وتفرق معاكي انت، وبتفرق معايا زي ما قلنا. يعني ده في شغلك انت كاعلاميه بقى ان شاء الله قدام هيفرق معاكي جدا، لانه جزء كبير، انت عارفه الاعلام برضو لما الواحد بيقف قدام الكاميرا بيقعد شويه قلقان ومرعوب، مش عارف يعمل تنظيم نفس، لكن اللي انت عملتيه ده هيخليكي اكنك خدتي 10 خطوات
كاعلاميه بقى مش هتبقي واقفه قلقانه من الكاميرا وخايفه في الرهبه بتاعت البدايات. طب قولي لي انت بقى تجربتك قالوا لك تعالي بقى هنوديكي الهند على طول كده، ولا كان في مقدمات الاول؟ هو انا اصلا كممبر كنت قعدت فيها سنه، اللي هو ببتدي بقى سنه. ها بقى لي سنه كنت ببتدي بقى ماركتنج، واشوف ازاي ان احنا نقدر نعرف الناس ازاي عن ايسك والناس اللي عايزه تسافر. فبعد كده قالوا لي في الهند محتاجين حد، يعني عامه كنت منزله انا حتى البوست ساعتها ان احنا محتاجين في بروجكت موجود في الهند للإديوكيشن، الإسلام إديوكيشن للمدارس العشوائيات، ان هم عايزين حد يعلمهم انجلش، يبتدوا يعرفوا الكالتشر هناك. فقلت كنت لسه متخرجه، يعني انا لسه متخرجه اصلا في شهر 6، فقلت طيب دي حاجه كويسه ان انا ابتدي بيها، ان انا ابتدي ان انا اروح اشوف مجتمع تاني. يعني لما انا قلت للناس الهند لا مش هتفهمي حاجه، هتتعاملي ازاي؟ مكان ستيريوتايبنج فظيع، اللي هو لا الناس مش هتفهمك، حاجات احنا حافظينها كده من غير ما نستوعب الناس دي ايه. بس هي فكره اصلا انك تروحي تشوفي ثقافه مختلفه عن ثقافتك، ده في حد ذاته رائع يعني. مظبوط. طلع تفيديهم كمان. ان انا لقيت عكس خالص الكلام اللي احنا مثلا مش عارفه دول اغبياء، دول ما بيعملوش كويس قوي. طلع عكس خالص الكلام ده. يعني رحت هناك لا دول بشر برضه، نفس كانت فكره ايزك حقيقه اثرت فيا انا شخصيا. انا ابتديت لا دي ناس زينا، وانا هنا باثر في المجتمع بتاعهم، هم مستقبليني. لكن عرفتي النقط اللي قالوا لك عليها ما عانيتيش منها، اتعاملتي معاهم عادي جدا؟ لغه كان مفيش مشكله؟ لا اللغه طبعا، يعني هو كان الانجليزي بتاعهم صعب شويه، عندهم اكسنت صعب شويه عشان عشوائيات زي عندنا برضه، هتلاقي الانجليزي فيه مشكله. مظبوط. يعني كان ما كانتش سهله، اللي هو يعني في كلتشر شوك، اللي هو انت برضه متعوده على حاجه تروحي هناك في مثلا هناك كام 4000 ديانه، فاللي هو يعني ماشيه مثلا يقول لي ده الاله البقره، ده الاله ما اعرفش ناس مختلفه تماما وافكار مختلفه وديانات. فتعلمت ان انا اتقبل الناس، مش لازم ان انا اتقبل ان انا ابقى زيهم، بس انا بس اتعلمت ان انا اتقبل واتعامل. مثلا مع تلميذ بيقول لي مثلا انا حياتي مختلفه خالص عن حياته، ان انا اتعامل معاه احترمه وهو يحترم تقاليدي. يعني هو مثلا هناك الولاد هي اللي بتتحجب، كان في ديانه معينه السيخ، الولاد هم اللي بيتحجبوا فيها، فاللي هو بالنسبه لي دي حاجه غريبه. يعني عندي انا في ديانتي، بس اكيد ممتعه انك تعرفي ده، وفي نفس الوقت انت كمان يعني علمتي اطفال صغيرين لغه ثانيه، علمتهم الانجليزي، وكنت بعمل لهم حاجات تنميه بشريه ليه. كويس قوي. تعالي دلوقتي نشوف شغل من بتاعكم وشغل من ايزك ونرجع تاني. كل جنريشن بيبقى له صفات معينه. انا عايز اشتغل في مالتي ناشونال او في كورت، انا عايز اكون رائد اعمال، انا عايز اكون ماي اون باس، عايز اكون اي هاف ماي اون بزنس. هو ايفنت او حدث بيحصل الهدف منه الرئيسي ان هو يوصل حاجتين ببعض. الحاجتين دول هما اليوث او الشباب، سواء كانوا ستودنتس او لسه متخرجين جديد، ده واتس نكست في الجوب ماركت، ايه اللي بيحصل في العالم بعد كده بره الجامعه وبره المدرسه وبره اي حاجه احنا درسناها. انت كل ما بتتحدى نفسك وكل ما بتتعلم حاجه جديده، كل ما بتكتشف ان انت جعان تتعلم اكتر، كل ما انت جعان تتحدى نفسك اكتر، كل ما انت جعان ان انت تتعرف على ناس اكتر. بتفتكر ان انت لما بتسافر انت بتسيب حاجه جوه كل بلد بتروحها، بس اللي بيحصل في الاخر ان كل حته بتروحها بتسيب حاجه جواك. بترجع عندك حاجات كتير قوي تتكلم عليها، بترجع عندك ذكريات حلوه قوي بتفكر فيها، بتحس ان انت كنت انسان وبقيت انسان تاني خالص. الانسان ده في مكان اكيد احسن، في مكان اكيد افضل، في مكان اكيد يقدر يتصرف احسن. بيبقى عندك ذكريات بتعيش بيها حياتك كلها، الناس اللي انت اشتغلت معاها، الناس اللي انت عاشرتها، الناس اللي انت اتعرفت عليها، الحاجات اللي انت اكتشفتها اللي بتحكيها لاصحابك لما ترجع، الالهام او الانسبيريشن اللي انت السفر ده بيسيبه جواك، وبدورك بتسيبه جوه كل حد بتتكلم معاه. شفنا شغل صوت الشباب، شفنا فيديوهات ليهم والايفنتس اللي عملوها. قولي لي بقى لما رجعتي من الهند راجعه بايه؟ اولا انت قعدتي قد ايه هناك؟ شهرين، رقم كبير مش قليل. بتقعدوا هناك فين بقى؟ بيبقى مثلا حاجه زي بيوت شباب، حاجه مخصصه ليكوا انتوا كمنظمه ولا؟ يعني انا كنت قاعده، كان معايا مثلا واحده المانيه، واحده برازيليه، بنبقى كلنا موجودين في بيت مع بعض، البنات طبعا لوحدهم والولاد لوحدهم. بيت كلنا، كل حد شغال على البروجكت بتاعه. يعني مثلا كان في بنت تانية الألمانية كانت شغالة على الومن امباورمنت هناك، ان ازاي المرأة بقى ومشاكل المرأة وقضايا المرأة. كويس قوي. كل حد فينا شغال على المشروع بتاعه في المكان المختلف بتاعه،
وفي نفس الوقت كلنا نرجع بالليل نخرج ونتفسح ونسافر. الهند اظن من البلاد الجميله، يعني الطبيعه فيها رائعه حلوه جدا. يعني انا كنت محدده ان انا اقعد هناك شهر ونص، انا عملت مثلا زودت فترتي اسبوعين لان انا حابه هناك، يعني على عكس ان انا كنت رايحه وخايفه ومرعوبه ومش هلاقي حاجه. يعني الهند دي فيها النقيضين، يعني هي طبعا اعداد ضخمه جدا، يمكن تاني بلد، لكن هي فيها الفقر الشديد وفيها الغنى الشديد. والظريف بقى ان دلوقتي على مستوى العالم الهند بتاخد مراكز اولى في التعليم، يعني الاوائل الجامعات على مستوى العالم، اكبر جامعات على مستوى العالم تلاقي الاول هندي، ودي حاجه دي جديده، غير ان هم في السينما متقدمين جدا، فتبصي تلاقي ان في عندهم النقيضين، لكن هم واخدين خطوات واسعه في التطور وفي حسيتي بده؟ حسيتي ان هم حسيت جدا ان هم بيبقوا مركزين على حاجه، يعني هم اسلوب شغلهم عامه غيرنا خالص، هم هادين جدا. يعني انا مثلا لما باجي اشتغل هنا يلا بسرعه مستعجلين، انت حماس، هم اللي هم بجد طب ايه احنا وسبحان الله شغلهم بيخلص ومظبوط. فاللي هو حتى اسلوب الشغل واسلوب المعيشه هناك، اللي هم تحسي هدوء، احنا مش متعودين هنا على طول يلا بسرعه متحمسين صوتنا عالي، اللي هم طيب هنخلص. هم شعوب محترمه جدا جدا، وعشان كده هم يمكن من اكثر العماله على مستوى مثلا الخليج، تلاقيهم هنود وباكستان، لان هم هاديين جدا وعندهم ثبات انفعالي، وتلاقيهم ما بيتاثروش بالاجواء المحيطه. يعني انا قعدت شهرين هناك ما شفتش حد بيتخانق، يعني كانت اقصى خناقه، يعني انا هنا في العادي بشوف 4 خناقات مثلا في الشارع، كانت اقصى خناقه اللي هم اتنين ورا بعض صوتهم عالي كده، حاجه يعني حاجه بسيطه جدا. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان ده جزء ان الثقافات اللي انت بتاخديها دي وباجي انقلها هنا بالظبط، وبتضيف لك انت كمان خطوات غايه في الاهميه علشان تشتغلي بعد كده. لما تيجي تشتغلي تبقي انت خلاص رحتي الهند مثلا، خلاص انت عرفتي الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي دياناتها ايه، كل الحاجات دي بتبقى اكيد موسوعه بالنسبه لك، مهمه. لما باجي كمان اتعامل مع ناس، انا اتعاملت مع اسوأ، يعني انا قعدت لوحدي ومن غير ما اعتمد على اي حد، فبحس ان انا اتعاملت مع الاسوأ من كده، خير هتعدي. طيب الشباب المصري بقى محتاج لايه؟ يعني انت شايفه ان احنا الشباب بتاعنا شباب واعد وعنده استعداد وعنده افكار رائعه، بس معرفش بقى هل محبط، هل احنا اكتفينا ان احنا نفضل قاعدين على السوشيال ميديا بس؟ تفتكري احنا محتاجين ايه، وايه الحاجه اللي ممكن تحفز الشباب؟ انا حاسه لو في مشكله بسيطه، مش القدرات، احنا عندنا قدرات، بس ان الناس دايما مستنيه ان هي الفرصه تجيلك لحد عندك. انا معلش انا مكسوف، زي ما احنا قلنا لو انا مكسوف شويه دلوقتي هي هتجيلي، يعني بابا هيجيب لي واسطه هيجي، لا ولازم اشتغل في مجالي بالظبط، لا انت ممكن لازم اقبض كويس اول ما اشتغل. يعني ما انت لو بديت فولنتير مثلا من غير فلوس خالص هتحسن المهارات بتاعتك، هتبقى بعد كده لما تيجي مثلا تقدم في شغلانه ثانيه، طب ما انت عندك يعني بتعرف مثلا تتكلم، بتعرف تتعامل، هنا عندك كوميونيكيشن سكيلز كويسه، بتعرف تتعامل مثلا فوتوشوب، بتتعلم حاجات جديده. فيعني حاول، يعني لو في نصيحه اقدر اوجهها لهم، ان ما تقعدش ابدا، ايوه ما تستناش لغايه ما يجوا لك لغايه عندك، انت ابتدي تتحرك ودور يعني باي حاجه، حتى معلش اللي هو مثلا كنت حاطط رينج لنفسك والايجو بتاعك مثلا كده، معلش في الاول ابتدي بحاجه ثانيه، حاجه صعبه، ونبتدي نغير ونشوف، يمكن نغير مجالنا خالص يعني، وده بيحصل كده. طيب رانيا، احنا معانا دلوقتي الشارع ليكم، هم بقى اللي هيسالوكوا شويه اسئله. اوكي تعالوا نشوف بيسالوا ايه. انا وكل الشباب اللي ما يعرفش معلومات كافيه عن هذه المبادره، ازاي يكون التواصل معاكم، وازاي اقدر اوصل لكم، وازاي الشباب تقدر توصل لكم؟ انا بسال سؤال، اللي بياخد خبرات من هذه الدول الاجنبيه بياخد شهاده انه تم تدريبه وتحت اشراف معين في مجال خاص ولا لا؟ بالنسبه للسفر، هل بيبقى في دعم معين، ولا انا بدفع مبلغ معين، ولا بيبقى في دعم من الشباب اللي عمل المبادره ديت؟ يعني رانيا شفنا اسئله اهو، الناس سالت شويه اسئله مهمه جدا، واولها طبعا ازاي نتواصل مع المنظمه، اللي عايز يتواصل معاكم او يبقى متطوع معاكم، او كمان من الناحيه الثانيه اللي عايز يسافر، وخاصه انت عارفه احنا نحب نسافر على طول، لسه هناخد كورسات لسه بتاع، فاللي عايز يتطوع او يشتغل بقى في المنظمه يعمل ايه؟ هو عامه هيلاقوا لكل جامعه بيبقى نازلين فيها، ده لو طالب بقينا نازلين، ممكن بنعمل ايام معينه بننزل فيها، فيقدر يتكلم، مجرد بس ان هو يتكلم ويحدد ميعاد للانترفيو. بتعملوا حاجه زي ايفنت مثلا، حدث كده وتقابلوا ناس؟ 3 ايام بيبقوا مرتين في السنه. كويس. فاللي هو اي حد يقدر يكلمنا. غير كده احنا عندنا صفحه الفيسبوك بتاعنا ايسك ايجيبت، ممكن اي حد يدخل عليها، اللي هو عاجبه بروجكت معين يبتدي يعمل ابلاي،
على طول يعني هو بيبقى حتى ساعات بيبقى التعامل بينه وبين البلد اللي هو عايز يروحها دايركت، مش لازم انترفيو هنا. كويس قوي. لكن حكايه الانترفيو دي بقى لو هيبتدي ياخد كورسات، يبتدي يتعلم، تعملوا الكونفرنس اللي انتوا عملتوه في الاول بحيث يعرفوا الفكره، يعرفوا المنظمه بشكل احسن. ده لو عايز يبقى ممبر، يعني لو عايز يبقى عضو في ايسك ان هو يبتدي يتطوع فيها كمؤسسه مش خارج مصر، ده اللي ساعتها بيحتاج الانترفيو. طيب التكلفه بقى، يعني الناس لما بتيجي تسافر برضو ده سؤال من الاسئله، المفروض انه بيكلفوا قد ايه؟ هل الشاب نفسه بيبقى فيه جزء بيدفعه؟ المنظمه هي اللي بتتولى الاقامه؟ يعني المصاريف بتبقى ازاي في الحياه؟ هو اللي بيدفع ثمن تذكره الطيران. وبالنسبه للاقامه بتبقى يعني مبلغ مخفض، اللي هو يعني مستحيل ان هو لو راح شهرين. دفعتي قد ايه في الاقامه؟ دفعت $100. يعني هي حاجه رمزيه جدا يعني. وكنت قاعده في فيلا مثلا، فلو انا وكل بلد بيبقى ليها الكيس بتاعتها. يعني برازيل مثلا غير اوروبا غير افريكا، كل مكان بيبقى ليه مكان على حسب بقى السعر هناك ايه. بس مش بيبقى يعني ايسك زي ما احنا قلنا مؤسسه غير هادفه للربح، فما فيش مثلا انا هقول بتدفع كده، لا احنا بنحاول نشوف اقل سعر موجود عشان نسهل لكل الناس. احنا عايزين نحاول نوصل لاكبر عدد ممكن. في شهادات بقى بتاخديها؟ يعني ده برضو من ضمن الاسئله وانا شايفاها سؤال مهم جدا. انت خدتي شهاده مثلا ان انت سافرتي الهند واشتغلتي فيها شهرين واشتغلتي مع عشوائيات، اطفال عشوائيات؟ مظبوط، خدت شهاده من الهند ان انا رحت سافرت مع ايسك. يعني ايسك ذات نفسها ادتني الشهاده وقالت اللي هي شهاده معتمده بالختم بتاعنا. وبس ان احنا سافرنا. ودي المفروض تستفيدي منها ازاي بقى رانيا؟ يعني دي لما اجي اقدم في شغل مثلا، انا حاسه ان هو لو ابتديت اقدم في شغل صحيح ان هو الناس يعني حد قاعد غير حد مثلا راح سافر غير اتطوع، حد راح شاف، فده طبعا بيديك خطوه ايجابيه او زياده عن اي حد تاني وخبره كبيره. دلوقتي الشركات الكبرى على مستوى العالم بيدور على شغلك الاجتماعي، مش بيدور حتى اتمرنت فين في شركات قبل كده، لا بيشوف، لان ده المؤشر كبير على قياده بقى فعلا حقيقي. رانيا انا بشكرك، نورتيني واسعدتيني بوجودك معانا النهارده، وجود لك. احنا هنبقى بنتابعك ان شاء الله، وبنتابع الشباب بصوت الشباب بشكل كبير، المبادره نفسها، وتبقي معانا تاني قريب بقى، وتبقي رحله تانيه. في حاجه في مكان بتتمني تسافريه؟ انا عايزه اسافر افريكا، ساوث افريكا، نفسي اسافرها قوي. كويس جدا، هي تحفه اصلا، رائعه. جميل. خلاص ان شاء الله قريب تبقي معانا وتحكي لنا بقى عن التجربه بتاعتك. خليكم معانا، بنكمل فقرات فيها حاجه حلوه بعد الفاصل. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، الشباب هم كلمة السر في أي تنمية وبناء، ومصر الآن في فترة خاصة جدا من تاريخها، فهذه الأيام تصنع مصر المستقبل وتتحدى كل الصعاب، وهذا لن يتحقق بدون شباب واعد وقادر على إحداث التغيير. ولهذا يقوم كثير من الشباب بإنشاء مبادرات ودعوات الهدف منها هو النهوض بالمجتمع وتنمية مهارات الشباب وإيجاد فرص لاكتشاف المهارات. ومن هذه المبادرات مبادرة حلمك زي اسمك، فهي مبادرة شبابية الهدف منها تنمية قدرات الشباب وجعلهم قادرين على تحقيق أحلامهم. زي ما شفنا في التقرير، حلمك زي اسمك، ده الموضوع اللي هنتكلم او المبادره اللي هنتكلم عليها النهارده. ومعايا مياده محمد. ازيك يا مياده؟ اهلا بيك. وسمر صالح. ازيك يا سمر؟ اهلا بحضرتك.
وعمرو محمود. ازيك يا عمرو؟ اهلا، اخباركم الحمد لله ايه؟ تمام الحمد لله. منورنا طبعا. الله يخليك. سمر، هبتدي بيكي انت على اساس انت من الناس اللي ابتدت المبادره خالص. تمام. فقولي لي المبادره، اشرحي لي كده حلمك زي اسمك دي تمام. جت منين؟ حلمك زي اسمك هي مرتبطه ببقائك. طول ما انت عايش ما ينفعش تعيش من غير اسمك. صحيح. وما قابلناش حد نيجي نتعرف عليه نقول لك اسمك ايه، يقول لك لسه ما اخترتش او لسه ما قررتش. فاحنا عايزين الحلم يوصل بالمرحله دي، ان انا لما اقابل حد اسمك حلمك زي اسمك، جزء مني يعني. بالظبط. وزي زمان لما كانوا يقولوا احفظ الدرس ده زي اسمك. فاحنا عايزين ناس نبتدي نوعيهم ان الحلم ده تحفظه زي اسمك، محدش ياخده منك وما ينفعش يتسرق منك وما ينفعش يتنسي، يبقى مرتبط معاك، مرتبط ببقائك. كويس. بس انت عارفه احنا احلامنا من الطفوله تمام. تلاقيها واحده ومتشابهه كده. يعني اسالي اي طفل عايز ابقى دكتور، عايز ابقى ظابط. اي طفل وظابط. يعني في جزء كبير دكتور، في جزء تمام. كبير ظابط. صح. دي في حد حد ذاتها بيكبر مشكله. بيكتشف حاجات تاني وقدرات تانية ومواهب تانية. طب دورتوا سمر ايه ليه ولادنا دايما عندهم الجزئين دول؟ هل ده احنا اللي بنعمل المشكله دي، احنا اللي بنخلق الحلم ده فيهم؟ هي التوعيه وطبعا والتربيه. يعني مسكين اللي ما رباش ولاده على ان يبقى عنده حلم. مسكينه الام اللي عماله ملهيه في الاكل والشرب ومش بتعلم ولادها يعني ايه يبقى عندك حلم. ده نقص في التوعيه، اوكي، بس هو موضوع تاني في التنميه البشريه بتعالجه. هي فكره ربط القدرات بالحلم. انك تبتدي تنمي مواهبك بما يطابق الحلم بتاعك. كويس. يعني انت عايز تبقى ايه، فتشتغل على القدرات اللي طالبها الحلم ده. ده اللي بندربهم عليه. طب نروح لميادة. قولي لي انت اشتركتي ازاي في المبادره؟ انا عارفه ان العمل كله تطوعي، ازاي عرفتي عن المبادره ورحتي انضميتي؟ المبادره انا اتعرفت عنها عن طريق كورس خارجي كنت بحضر فيه، فتعرفت من خلاله. كورس ايه كان؟ كان تنميه بشريه برضو كنت بحضره. من هنا ابتدت الحكايه ان انا اشتركت في مبادره حلمك زي اسمك. وكانت يعني بالصدفه جدا تعرفت على المبادره، ومن هنا بقيت. بس انت عارفه ميادة، اوقات الواحد بيبقى تايه عن حلمه. يعني الدنيا بتبقى واخداه، بيخلص مدرسه يبتدي يدخل الجامعه، واوقات الجامعه بتبقى مش حلم خالص، هي المجموع. وبعدين يتخرج مستني الوظيفه تجيله من الحكومه، فتلاقي الدنيا يتجوز يخلف يربي الولاد. يعني عارفه في سيستم كده. انت كان عندك حلم ساعه لما ابتديتي تدخلي؟ انا يمكن كان حلمي بس كان متاخر شويه، بس بدات اركز عليه من وقت دخولي في المبادره. يعني اشتغل وانمي عليه. لا، عرفت ان مش حياتنا مش هتقف بعد ما تتجوزي او تخلصي دراستك بس. لا، ده انت ممكن كمان تكملي. انت ممكن تبني حلمك من دلوقتي، مش شرط يكون من وانت صغيره او من انت مثلا لسه بتدرسي. نعم. حلمك انت ايه؟ حلمي انا حلمي اكون مديره مركز شباب، مديره. انك انت تمسكيه وتبقي قياده فيه وتعرفي تديريه من اوله لاخره. حتى لو قابلتك صعوبات، انت عارفه برضه المراه في بعض الاحيان بيبقى فيه صعوبات خاصه بيها، اخش فيها واساعد وهوصل وعندي حلم هدف. لا عمرو، هسالك نفس السؤال، انضميت ازاي؟ الصدفه برضه لعبت دور ولا لا انت دورت عليهم هم دوروا عليك؟ وكان حلمك ايه برضه؟ لا، صدفة برضو. حضرت كورس تنمية بشرية برضو الأستاذ سمر صالح وكده. فالموضوع التطوع عجبني جدا، لأن بيكتشف مهارات جوه الواحد هو مش عارفها أساسا. يعني وبتخليه بتحطه على أول الطريق الصح، وهو بيبتدي يكمل كده يعني. وأنا حلمي إن شاء الله أكون من أكبر مدربين تنمية بشرية إن شاء الله في الشرق يعني برضو المجال نفسه عجبك؟ ها بالظبط كده. أنت بتشوف طبعا الشباب والمسلسلات والأفلام وتبص تلاقي بيركزوا قوي في افلامنا على العشوائيات، والشباب اللي ما عندوش ولا حلم ولا حاجه خالص، كل اللي بيدور عليه فلوس وبس. شايف الصوره دي ازاي؟ لان عارف لما بتتكلم الافلام مثلا، الناس القائمين على الافلام والانتاج يقول لك ايه، ما احنا بنصور الواقع. فانت انت معاهم ولا انت ضد الفكره دي؟ لا، احنا ضد الفكره ديت، لان كل ما بنسلط على حاجه سلبيه اكتر بتكبر اكتر. وهو ده الدور اللي احنا شغالين عليه اكتر حاجه، ان احنا التارجت بتاعنا الشباب. لان فعلا زي ما حضرتك قلت، ان اغلب الشباب يبقى عندهم مثلا ان هم يتجوزوا ويخلفوا وكده ويعيشوا حياتهم عادي زي اي حد، بس كويس. لا، لازم الواحد يبقى عنده فكر وتخيل عشان ينمي طيب احنا نزلنا الشارع وخدنا رايهم في المبادره واسم المبادره. تعالوا نشوف الناس قالت ايه ونرجع تاني.
هي المبادرة حلوة والله، كويس ان في شباب بيفكروا بالطريقة دي، ودي حاجة كويسة يعني ان في شباب بلدنا بيفكروا بالطريقة الكويسة دي، حاجة تقدمنا لقدام ما ترجعناش لورا يعني. وجميل جدا ان يكون في مبادرة من الشباب ممكن يحسوا بالشباب اكتر، هافي فور سكيلز، يعني التطور اللي انت ممكن توصل للنجاح فيها ممكن يطورك عن طريق المهارات بتاعتك، عن طريق بيرسوناليتي، عن طريق السكيلز، عن طريق الاكسبيرينس. ده حاجة كويسة للشباب. يا مبادرة حاجة كويسة إن أي شاب يحدد خطوات لمستقبله ويعرف يحدد هو عايز إيه بالظبط، ويحدد المشاكل اللي هي يعني المشاكل اللي هتواجهه وتبقى قدامه، ويقدر يتغلب على المشاكل ديت. ان هي بتعلم الواحد ان هو ينافس حلو، ده شيء كويس، ان انت بتدب الحافز جوه البني ادم ان هو يتعلم من جواه ازاي يعمل الحلم اللي هو عايزه. لازما عشان تحقق حلمك لازما تصر عليه، يعني لازما يكون عندك امل، مش اللي هو انا بقى بفقد ببص اقول ده الحكومه ده الدوله ده، طب انا فين من ده كله. طبعا بنقول لاي شاب في مصر ان هو بيحب يشتغل وبيحب يساعد بلده، دي بنشكره طبعا عليها الاول، نشكره يعني بنبقى عايزين نساعده وبنقف جنبه على قد ما نقدر، بنرفع من معنوياته، بنقف جنبه في الماديات، في اي حاجه هو عايزها بنبتدي نساعده. طبعا الناس مبسوطين جدا بالفكره بتاعتكم وعايزين مبادرات كتير من نفس النوعيه دي، لان خدي بالك انت بتصحي حاجه ممكن تكون مش موجوده. الواحد بيعدي الوقت لسه زي ما كنت بقول ميادة، ان ممكن يعدي بينا الوقت واحنا مش عارفين حاجه بالزبط عن حلمنا ايه هو. طب ادور ازاي بقى على حلمي؟ يعني انا دلوقتي الدنيا واخداني والظروف واخداني والمذاكره واخداني، هخلص كده، فقولي لي ادور على نفسي ازاي، ادور على حلمي ازاي؟ كتنمية البشرية الدورات التدريبية وورش العمل قادرة على اكتشاف ده كويس. لكن كإنسان طبيعي عادي في بيته بيذاكر وماشي المسار الطبيعي، لازم تنمية المواهب، انك تفتش جواك عن نقاط القوة اللي عندك، تبتدي تجرب تخش تشترك في حاجات كتير قوي. ده لو ما فيش دورة تدريبية. اما بالنسبة لنا كدورة تدريبية في ورش العمل، لا احنا بنشتغل على ده، لان احنا المدرسة بتاعتنا مدرسة التنمية البشرية الصينية. المدرسة دي قائمة على نظرية الحكيم الفيلسوف كونفوشيوس، اللي بينادي بيقول ويا ريت التعليم عندنا في مصر يكون بنفس المنهجية دي: قل لي سوف أنسى، أرني لعلي أتذكر، أشركني سوف أفهم. لأنني أنسى ما أسمعه، أتذكر ما أراه، ولكن أدرك وأطبق ما أفهمه. لو الانسان فهم بالراحه بقى كده واشحننا تاني يعني ليكي تقيله ممتاز جدا، عايزين بقى ايه يعني نسهله شويه. قل لي يعني قول لي المعلومه لعلي اتذكر ممكن وغالبا لا اريني احتمال افتكر اللي انا بشوفه بعيني ما دام شغلت حستين سمعت وشفت، لكن اشركني خليني اقوم اعمل الفكره بايدي، خلاص بصمت في العقل. صحيح. لاني اللي بسمعه بنساه، اللي بشوفه ربما افتكره، لكن اللي بعمله بايدي ادركته. ادراك ده معناه ان انا ايقنته داخليا، ادركت ان نتيجه ورشه العمل دي انا قدرت اتحدى المعوقات. خلاص بيخرج من القاعه هو مدرك، لان اتحط في اعاقات داخل القاعه وتحداها، فبتجيله الثقه. الفكره نفسها بنخاطب العقل الباطن فيها. الانسان كل القوه الخفيه اللي فيه هي قوه الهرمون. لو قدرت ازاي تبعت اشارات العقل الباطن للجسم، خلاص لعبت في الهرمون بتاعك. عرفت تفرز هرمون الادرينالين، ضاعف قوتك. عرفت تفرز الدوبامين، عرفت تكون سعيد. الدوبامين ده هرمون السعاده اللي بيفتح الفرص للفكر والانتاج، الفرص بذكاء. كل ده ازاي؟ عن طريق مخاطبه العقل الباطن. هي دي ورشنا، هي دي المدرسه الصينيه بشكل عام يعني. كويس قوي. مطلق مش اختراعنا. ودي ممكن تطبق في المدارس عادي جدا، بحيث انها تبقى في ماده علميه شغل عملي اكتر منه كلام وصوره. الورشه اللي بتحط فيها المتدرب المصاعب اللي بتصعبها عليه جوه الورشه، ازاي يخترقها، ازاي يعديها، ازاي يتحط جوه تجربه فشل او نجاح. لانه احيانا المتدرب لو تذوق تجربه نجاح لمره بيبقى عايز تاني. في ناس جابت معاه نتيجه وحققوا حلمهم، سيبك من انهم يبقوا عايزين يشتغلوا في التنميه البشريه كمان زي الشباب هنا، لكن في ناس كان عندها حلم وحطته هدف وابتدت تشتغل على الهدف، وصلت وجابت المجموع اللي هي عايزاه في الثانويه العامه ودخل الكليه اللي نفسه فيها. لان احنا قابلناه في المرحله الثانوي. درجه ايمان المبادره نفسها متطوعينا كلهم متدربين
في الاساس كان ياه، متدرب وابتدى ووصل يشتغل بقى في فريق التطوع بتاع المبادره. كويس قوي. اصبح مؤمن بالرساله لان هي غيرته، فبقى عايز يغير فيها. زي نموذج عمرو. القائد عمرو من الناس، هو قائد فريق المتطوعين اصلا، قائد بتاعهم وقائد المنظمين، وهو كان كويس. بدايتنا لقاء في مركز شباب المعصره. كان متدرب وكان من احدى الفرق اللي فازت بالمحن اللي اتحطت وتجربه النجاح المنافسه. يعني عمرو كنت داخل ازاي وبعدين بقيت ازاي؟ يعني داخل ثقتك في نفسك كانت عامله ازاي؟ كنت تقدر تقف قدام ناس مثلا عدد كبير تتكلم عادي ولا لا ده ما كانش موجود وابتدى يبقى موجود مع الوقت؟ لا ما كانش موجود خالص، بس لما اتحطيت في امتحانات تجريبيه تخطيت العوائق. تمام. ودوت اثر على حياتي الشخصيه، يعني مثلا لما كانت تقابلني اي مشكله وكده فكنت استسلم قدامها وكده. فلما بقيت احد المتطوعين في التنميه البشريه، لما تقابلني اي مشكله اقول ازاي ده انا اساسا تنميه بشريه، فبقاوح معاها وفعلا بتجيب نتيجه على العالم الشخصي. وبتقدر تقنع عدد كبير قدامك، بتقدر توصل لهم، بتقدر تقول لهم دوروا على حلمكم عشان تحققوه. بالظبط كده. دوت في تنميه المهارات، تنميه التواصل الاجتماعي برافو وكده. عليك. انا كنت يعني ما اعرفش يعني اتواصل مع الناس كتير وكده، اطلع مثلا قدام ناس كتير ما تبقى محرج مكسوف. ده بالظبط اغلب كده. شبابنا للاسف كده، لان يعني التعليم ما بيشتغلش على حته انه يخليه عنده ثقه في نفسه وازاي يتكلم في وسط ناس كتير. لسه كنا بنتكلم كمان في اللقاء اللي قبل كده على نفس الفكره. طيب احنا هنروح بعد كده الميادة، بس احنا هنطلع الفاصل نشوف الفعاليات بتاعتكم ونرجع تاني. فعاليات جميله جدا. وايه ميادة، ايه الفعاليات؟ يعني انا شايفه في حاجه عنوانها ابتسم، فاحكي لي عليها شويه وبعد كده سمر تقول لنا على بقيه الفعاليات. نشاط ابتسم دوت بننزل ان احنا نوزع الابتسامه على الناس في الشارع. بيبقى ورق مثلا بيبقى مرسوم عليه سمايل، بيبقى في شاشه العصايه شاشه الهود، بيبقى معاها بنايه. بننزل نوزع، بيبقى يوم بعد الدوره التدريبيه بنشوف الابتسامه ونقابل الناس والناس بتنبسط جدا وبتبقى مبسوطه. بيبقى يوم جميل ان احنا نوزع الابتسامه على الناس. كويس قوي. سمر، يعني فكره الابتسامه دي كمان احنا مفتقدينها. الناس في وسط الزحمه والدوشه ما بيبقوش مصدقين ان احنا كل اللي عايزينه تبتسم بس. وزي ما حضرتك شفتي في الميديا، هو راجل كبير بيضحك لانه مش مصدق انه هياخد الحاجه دي، وبياع بيبقى مش عارف المفروض انك جاي تشتري مني لكن تديني. بتبقى مفاجاه يعني. وهو نشاط اجتماعي جت فكرته ان احنا كتنميه بشريه لازم نكون بنعرف نزرع التحفيز والابتسام في وشوش الناس. وكنا بنعمل ده حتى في مراكز الشباب. احدى الجمعيات الخيريه بدون ذكر اسماء تبنت فكره كرنفال البيئه ومولتنا بالماتيريال، يعني ادتنا بويه والوان، وابتدينا نخلي ابناء المركز اللي هم ولاد الدوره الثالثه لينا. احنا عملنا 23 دوره تدريبيه. في الدوره الثالثه دول زينوا المركز الشباب، ابتدوا يرسموا على الحيطان ابتسم وسمايل عشان يحبوا مركز الشباب بتاعهم. كويس قوي. اظن يعني دكتور ابراهيم الفقي، يعني انا بحس انه ما ماتش الراجل ده، لانه الحقيقه وصل باقي في قلوبنا. يعني انا ممكن اعلم ناس وكل واحد يحتفظ بالعلم ده لنفسه ويشتغل على نفسه ويقوي نفسه، لكن هو عمل شباب بينشر العلم. فانت من الناس صنع رساله. وبدايه المبادره كانت سبب وفاته، بغض النظر والدخول في تفاصيل الوفاه الغامضه، لكن لما توفى في 2012 قررنا نكمل رسالته، لان علمائنا مستهدفين. احنا كنا عايزين نقول الناس دي لو فعلا وفاته غامضه فيبقى الناس دي عرفت قيمه علم التنميه البشريه. غير كده احنا كدوله بنتمتع بنسبه تقريبا 60% من عدد سكانها شباب تحت ال 35. فاحنا قدام ثروه شبابيه
زي دولة عندها ثروة معدنية، دولة عندها ثروة زراعية، احنا عندنا ثروة شبابية. صحيح. لو نميت ال60 اوروبا مليون، يعني يمكن اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، ان اوروبا بتتمنى يبقى عندها بتتمنى يكون نص. عندها. اليابان عدد المسنين اكبر عدد من نسبة، ومع ذلك عاملة حضارة يعني. فال60 مليون دول لو اتحركوا وتنموا، اكبر مشروع بشري في العالم هو تنمية الشباب. ده اكبر مشروع بشري، لان هم دول اللي هيبنوا. فاحنا قلنا التارجت بتاعنا ال60 مليون دول، ونشتغل عليهم. بيبقوا موجودين فين؟ المنطقه اللي نقدر نلاقيها مراكز الشباب. فعملنا احصائيه ان جمهوريه مصر تقريبا يعني 4355 مركز بمحافظاتها واقاليمها ان احنا نشتغل عليهم. لحد دلوقتي لفينا اكتر من مركز، دي يعني عدد مش وحش، بس بنكمل نسبه لل 4000، بس بنكمل المسيره دي عشان ننشر علم الراجل ده. علم التنميه البشريه ده اكتشاف الذات. لو ال60 مليون اكتشف ذاته وقدراته، هيخلي البلد دي جميله جدا. انا مبسوطه ان انت كمان واصله للشباب بكل الافكار بكل الانواع، يعني مش مختاره نوعيه معينه. لا احنا منهم وشبههم وصبغتهم وبنخاطبهم. المصريين، الشباب المصريين الحقيقيين، لان هم دول اللي احنا عايزين نشتغل عليهم. بالزبط. مش عايزين نشتغل على اللي قاعدين طول النهار على النت وبينظروا في السياسه وخلاص. لا، احنا عايزين الناس الشباب المصري الحقيقي بالظبط. واكتر تارجت اللي لسه لحد دلوقتي تقولي له حلمك، يقول لك انا ما عنديش حلم. ده بالذات بيبقى ويألف حاجه وهو واقف كده، وطبعا تبقى حاجه بيبين اصلا بيبين جدا انه ده مش حلمك. يعني اصلا السؤال اللي بعديه عملتي ايه بقى عشان تحققه؟ فما عملتش حاجه، يبقى مش هيبقى حلمك اصلا. ازاي بقى يعني دلوقتي انمي بقى القدرات دي؟ يعني انت قلتي فعلا ان انا عشان اوصل للحلم اللي انا احط لنفسي الهدف، وبعد كده ازاي احقق الهدف ده؟ بتعملوا ايه؟ لان الحقيقه الموضوع مختلف ومتنوع، يعني ممكن يكون الحلم بتاعي غير حلم حد تاني. انا اشتغل ازاي؟ احنا تقريبا بندي ورشتين في تحديد الاهداف والتخطيط الاستراتيجي. دول بيفهم فيهم انه لازم يتوافر في الحلم بتاعك الفرصه والقدره والرغبه. لازم يتوافر فيهم الثلاثه دول. ما تبقاش مع كامل احترامي لذوي احتياجات خاصه وتقول عايزه ابقى ظابط. لازم تكون فاهم انه الظابط بيعدي على اختبارات، مش هتسمح بده، تسمح بحاجه هنا المواصفات مش يعني في الرغبه لكن ما فيش القدره وما فيش الفرصه، يبقى ما اكتملش الثلاث اركان. ما ينفعش فبيبتدي يفصل بقى، يرجع من الاول يصطدم انه عايزه اكون مذيعه اعلاميا، لازم تكوني عندك سواء لغه. فبنات كتير حلمها ده، فانت عندك القدرات دي، هي بيفضل عندنا الرغبه وبننسى القدره والفرصه. فلازم يفكر في الاثنين دول. عندك الفرصه لدخول هذا المجال، وعندك القدرات بقى اهم حاجه. هتشتغلي عليها؟ انا هبتدي اشتغل عليها من النهارده وهقدر اكون ده في يوم من الايام. بتبتدي بقى تشوف ايه المتطلبات، بتحضري دورات، بتخلصي كورسات، بتدرسي ايه لغات، بتقوي نفسك في المجال نفسه وبتشتغلي عليه. لو فضل الموضوع لحد الرغبه مش هيتحقق. طبعا. احنا معانا الشارع برضو، بس المره دي بيسالوكم شويه اسئله، نسمع الاسئله ونرجع نجاوب عليها. ايه الجهه اللي بتمول المبادره بتاعتكم، او التمويل بيجي عن طريق ايه؟ السؤال اللي انا بساله دلوقتي، احنا ازاي نتواصل معاكم، وازاي ان احنا يبقى في استفاده قصوى من التجربه دي، ما تكونش الاستفاده سطحيه. ليه المبادره دي لم تعمم في جميع محافظات مصر وفي المراكز وفي القرى؟ رجعنا لكم مرة تانية، يعني شوية أسئلة برضو كلها مهمة في صميم الموضوع. أولا التمويل إزاي؟ لأن عادة إحنا أي منظمة غير هادفة للربح إحنا دايما بندور على مين بيمولها، وعندنا دي مشكلة، رغم إن أنا شايفة المشكلة دي ممكن توقف حاجات كتير قوي وتحبط ناس كتير. لكن هي عايزة برضو، أظن أنت عندك طاقة كبيرة إنه كلكم إن ما نزهقش يعني. حتى لو في محاولات للتخطيط. طاقة الفريق مش قد إمكانياته، إحنا طاقتنا أكبر، لكن الامكانيات هي اللي بتقيدنا للاسف يعني. وكنا دايما بنتمنى ان وزاره الشباب والرياضه تتبنى المبادره بتاعتنا، وحاولنا نناشد. وده سؤال انه طالبين ايه من الدوله كمان. دي من الحاجات اللي كنا يعني حضرتك منك فتحتي موضوع التمويل ده، فهي دي مشكله، دي نقطه ضعف المبادره يعني. السبب ان احنا بقى لنا 3 سنين دوراتنا متشابهه، مش قادرين نطور نشاطاتنا اكتر، لان كل نشاط بنفتحه عايز تمويل اكتر. فانه حتى في الجمعيات الخيريه بيقول لك وزاره التضامن مش بتقدر تدعمهم بالشكل الكامل. فالمبادرات الشبابيه المفروض انه اتبع لوزاره الشباب والرياضه. وناشدنا قبل كده دكتور خالد عبد العزيز ان احنا نوصل
للكفاءه دي، بالذات ان احنا بقالنا 3 سنين يعني. هسألك على السؤال برضو، هل في تخوفات ان يبقى في رجل اعمال او رجال اعمال؟ انا هرفض ده انتي لانه انا مشروعي وطني. انا فخايفه انه اي حد يتدخل يبقى مش هدف. مشروع خاص، هو مشروع عام. مشروع عام الدوله هي اللي تتبناه، والمفروض الدوله هي اللي تقف جنبنا في مبادره زي كده يعني. كويس. عمرو، من ضمن الاسئله، ازاي اللي عايز يتواصل مع المبادره نفسها او عايز يتطوع يشتغل او يدرس معاكم يعمل ايه؟ احنا طبعا على طول متواجدين على صفحه حلمك زي اسمك للتنميه البشريه بالعربي على الفيسبوك مثلا. على الفيسبوك. كويس. تمام. ومن خلالها بنقدر هو يتواصل معنا مع القائده ميادة، القائده بتاعه التسويق. كويس. يعني ميادة، اروح لك انت بقى، اللي عايز يعرف يتواصل عن طريق الصفحه، عن طريق الصفحه يبعت لكم او يتواصل معاكم؟ بيبعت لنا وبيتواصل معانا، ومن خلالي بقدر اوصله للمحاضرات او اماكن الدورات الجديده، بفضل متابعه معاه لحد ما ينزل الدوره التدريبيه، وبيبقى لغايه ما بيوصل بيبقى انا مسؤوله التسويق، فبيبقى في تواصل ما بيننا وبيقدر يوصلوا للصفحه على طول، صفحه حلمك زي اسمك للتنميه البشريه. كويس قوي. سمر، برضو حكايه المحافظات، في سؤال انه هل انتوا في القاهره بس او ليه في القاهره بس؟ احنا للاسف لحد الان القاهره بس. طلبتنا محافظات، يعني طلبنا محافظه الفيوم مركز شباب قسطة هناك، طلبنا طنطا عن طريق مسؤولة التسويق بلغتنا، ومحافظة ايه تاني؟ في محافظات طنطا واسكندرية وقنا. لكن نفس المشكلة، إمكانية صندوق المبادرة ما تقدرش تمول إن احنا ننتقل لمحافظة. عموما أنا بشكركم شكرا جزيلا، وإحنا من خلال لقائنا هو إحنا بنناشد الدولة وبنناشد وزارة الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، إن هم يكونوا بيتعاونوا معاكم ويتواصلوا معاكم، حتى لو بداية من خلال الصفحة، لأن مش هنقدر طبعا نقول أرقام التليفونات، بس على الأقل من خلال الصفحة، وهم بقى يعني يتبنوا الفكره بشكل مادي. انا بشكركم، نورتوني النهارده، وربنا معاكم، واحنا هنبقى بنتابع برضو معاكم المبادره. جزاكم الله خير. بشكر كل مشاهدينا في كل مكان، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، واكيد فيها مليون ومليون حاجه حلوه.